كده صينية كفتة الرز خلصت، اللي احنا زقناها في الفرن، والمكرونة جنبيها. تمام، تعالوا بقى نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة صينية كفتة برز مصبعات. دي كفتة رز هعملها صينية في الفرن. معايا طبعا 3 بصلات، 3 جزرات، قرنين فلفل، 3 حبات طماطم. هنخرطهم كده في القعر زي ما انتم شايفين كده. قبل اي حاجه ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنعملهم كلهم حلقات كده، هنحطهم في قعر الصينيه. والرز الكفته، بعد كده الشطه برضو، كل حاجه حلقات يعني. لايك بقى يا رميساء، حلو من اللايك بتاعك ده. مرضتش اعمل على الكانون النهارده لان دي محتاجه صينيه في الفرن، عشان ما تقولوش ايه الحله ومش الحله يا رميساء. وهنجيب طبعا فصين توم كده، علشان اصلا التوم بيخلي الاكله بتبقى ريحتها حلوه كده يعني. يعني مين هيصلي على النبي كده معانا؟ بعد كده الجزر. صلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. لو انت مش عايزه تعمليها حلقات، يعني هتعمليها كده تخرطيها مكعبات كده، سواء البصله، الجزر، الشطه، الطماطم، اي حاجه عادي يعني، مش هتقول لا، لان احنا بندخلها الفرن. وهنرش عليها حبه توابل كده. النهارده كيلو اللحمه ب160 جنيه، والله ده حلال ولا حرام يعني. اللحمه اللي هي المتلجه، انما اللحمه التانية دي 220 تقريبا، يعني 220، بس هي ب220 ان شاء الله. حتى عايزه اخلص كده. خلصت كل الكميه اللي معايا. اجيب بقى وحدتين كده تومه، اهي يعني مش كتير، وانا جايباهم من الفريزر ساقعين جدا، بس يعني بيتقطعوا. ارش بقى شويه ملح، فلفل، كمون، يعني اي توابل عندك متوفره، يعني اللي انت بتستخدميها في الاكل واللي انت حباها، يعني بتستطعميها يعني. اهي نحط معلقه صلصه من دي. هي مش صلصه، هي شطه، هرسه شطه بس مش حراقه قوي، اللي وريتها لكم قبل كده في الكشري.
اهي تمام. وانا عندي شطه مهروسه، شطه مسخونه بس حراقه جدا. ده توابل، فلفل اسود على كمون على كزبره اهي. منكترش كده عشان حاجه ما تمررش في الاكل. نص ملح، يعني معلقه ملح او اكتر حسب ما انت محيقه الكفته بتاعتك. يعني معايا الكفته دي كيلو تمام اهي. كنت قاعده كده وصبعتها وحطيتها في الكيس. هنحطها بقى كده بسم الله اهي. ارفع سنه هنحط بقى، ارفع سنه، معلقه زيت كده اهي. ما نكترش يعني اهي. وازازه الزيت اللي كنا بنجيبها ب65 و75 بقى ب170 جنيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله كده حرام بجد اهي. حطينا بقى معلقه الزيت. انا علشان بس ما تاخدش وقت اكتر في الفرن هحطها على البوتاجاز من فوق تغلي شويه كده. حطيتها على البوتاجاز هتغلي بتاع 10 دقايق كده، وبعد كده احطها في الفرن علشان تستوي بسرعه، يعني علشان احنا محتاجينها. هنعمل يعني جنب الكفته شويه مكرونه كده قلم، ولو عايزه تغمق بالعيش كده ماشي تمام. نعمل شويه مكرونه كده قلم جنب الكفته. حطينا التوابل بتاعتنا. نقلب بقى المكرونه كده من فوق لتحت ونسيبها 5 دقايق تتشرب، وبعد كده نهدي عليها خالص. بعد ما نلاقيها نشفت كده زي ما انتوا شايفين هنزودها كوبايه شاي، يعني كوبايه شاي مغليه تمام. كوبايه شاي ميه، يعني مش شاي، كوبايه ميه مغليه بتاعه شاي. وبعد كده نزقها في الفرن، هتاخد لون وطيب وتبقى جميله جدا بألف هنا وشفا.